اهلا بيكم في مطبخ فراولة. لو بتدوري على وصفة ملكية تبهر اي حد يدوقها يبقى لازم تشوف الفيديو ده للاخر. النهارده هنسافر سوا لقلب المطبخ العربي الاصيل، وبالتحديد من المطبخ اليمني، علشان نعمل مع بعض طبق المندي الشهير اللي ريحته بس كفيلة تخلي الجيران يسألوا ايه اللي بيطبخ ده. الفراخ دايبة بالبهارات الدافية، ورز بسمتي مفلفل، وكمان الدقوس اليمني الخطير. يلا بينا. بس اذا كنتم اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معانا فرخة وزن كيلو 300، وبلاش تبقى اكبر من كده في الوزن. غسلها كويس جدا بمحلول النقع، عبارة عن سكر وملح وليمون، وتدعكيها كويس جدا جدا لغاية ما تنضف وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتشطفيها. معانا كمان شوية بهارات، ونحاول ان احنا ما نستغناش عن اي بهار منهم. معانا معلقة كبيرة من البابريكا، بعد كده نص معلقة من الفلفل الاسود، قرفة، نص معلقة من القرفة، نص معلقة من الكزبرة الحب المطحونة، وتوم باودر وبصل باودر وكركم. يعني القرفة البابريكا بس معلقة واحدة كبيرة، الباقي كله نص معلقة. اما بقى اللي هنحط منه ربع معلقة بس هو اللومي الليمون الناشف مطحون، والقرنفل برضو كام قرنفلاية مطحونة، ورق لوري، وملح. بس كده بس كده، دي البهارات بتاعة الفراخ. دي البهارات بتاعة الفراخ هنحطها مع بعض في بولة كده، وهننزل عليها بربع كوباية من الزيت، وهقلبهم بقى تقليبة حلوة خالص. ونحاول يا جماعة زي ما انا قلت، البهارات دي ما ينفعش نستغنى عن حاجة منها ابدا. يعني في البدايل انا بقول ان ده ينفع ليه بديل، لكن في التتبيلة دي، في المندي بالذات، لازم البهارات الاصلية بتاعته. هنا انا نزلت بقى بعد ما قلبت الخلطة، نزلت بنصين الفراخ، وبحاول بقى بقدر الامكان ان اعمل مساج لكل الفرخة، واحاول ايدي تدخل تحت الجلد، وتدخل من جوه الصدر بطريقة يعني اخترقي كل الفرخة، لازم تدخل في كل الانسجة. بعد ما خلصت النصين بتوع الفراخ بتوعي، خلاص هحطها في التلاجة لمدة ساعتين ومش اقل من كده، وهنحاول برضو ان احنا نلتزم بالساعتين في التلاجة علشان ناخد اعلى نتيجة. هنخلي الريحة والطعم بتبقى رائعة لما بتقعد، كل ما بتقعد فيها التتبيلة كل ما بتبقى افضل بكتير كتير، بناخد نتيجة اعلى. تعالوا بقى للرز بتاعنا. هنا معانا 3 كوبايات من الرز البسمتي، وهنا مغسول كويس جدا ومتصفي، وانا هنا مش هنقعه. يعني اكتفيت ان انا غسلته كويس جدا ومش هنقعه خالص. وبالنسبة للمية، عايزة اقولك كل كوباية من الرز بتاخد كوباية ونص من المية. كل كوباية من الرز بتاخد كوباية ونص من المية. يعني انا عندي 3 كوبايات رز، هديهم 4 كوبايات ونص من المية. تمام كده، دي قاعدة اساسية في الرز البسمتي. هنا بقى توابل الرز المندي الخطيرة، اللي بجد وانت بتاكليها هتحس ان انت بتاكليها في اشهر محلات مندي في مصر بدون مبالغة. تعالوا بقى نشوف ايه هي. معانا مكعب حلو كده من الزبدة، معانا كمان 3 معالق زيت، وبصلاية متوسطة متقطعة، وعود قرفة، وملح، و6 حبات من الفلفل الاسود، 5 حبات من الحبهان، 5 حبات من القرنفل، ونص معلقة كزبرة حب مطحونة، و3 من اللومي الصغير، يا اما اللومي اللي هو الليمون الناشف، يا 3 صغير يا 2 كبار. انا كان عندي صغير فحطيت 3، لكن انت لو عندك كبير حط 2 كبار. تمام كده، مفيش اكتر ولا اقل من دي، مفيش اسهل من كده. امشي بالخطوات خطوة خطوة، هتلاقي طعم مبهر. تعالي بقى في صينية هنحط فيها الرز بتاعنا اللي اتغسل وتصفى. هننزل في الصينية بالرز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. انا عندي صينية اكبر حجم عندي اللي هي مقاس 30، هحط فيها ال3 كوبايات الرز المغسولين ومتصفيين. هحط بقى البصل بتاعي المتقطع، وشوية البهارات بتوع الرز اللي احنا قلنا عليهم، زي ما احنا شايفين كده. نوزعها كويس في الطاسة، في الصينية. هننزل بقى بمكعب الزبدة والزيت، وبس كده. تمام كده، هنيجي بقى نوزعها كويس في الصينية زي ما احنا شايفين. وهحط بقى الشبكة اللي انتوا شايفينها دي. الشبكة دي عندي، لو مش عندك ممكن تشتريها، بتتباع على فكرة في المحلات. لو مش عندك الشبكة ومش عايزة تشتري، يبقى هتعملي ايه؟ ركزي معايا. هتحطي عادي الرز بتاعك بالتتبيلة العادية، وهتيجي على الوش تحطي ورق فويل، وتخرميه بالشوكة او بسكينة كده، علشان التوابل بتاعه الفراخ كلها تنزل، او العصاره بتاعه الفراخ تنزل. ونغطي الفراخ برضو بطبقه من الفويل. تمام كده. لو ما عندكيش لو ما عندكيش فويل خالص، لو ما عندكيش شبكه ومفيش اي حاجه من الفويل ولا الشبكه، لا خلاص نحط الفراخ على طول على الرز، وهتبقى الدنيا تمام برضو.
بس انا حابه ان انا افصل الفراخ عن الرز علشان العصاره بتاعتها يستفيد بها الرز، وفي نفس الوقت احب احمر وش الفراخ. انا هنا في الرز بتاعي زي ما قلنا قبل كده انه 3 كوبايات رز، كل كوبايه هتاخد كوبايه ونص ميه، يبقى انا عندي 3 كوبايات رز هحط 4 كوبايات ونص من الميه. والميه هنا لازم 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 تكون مغليه. تمام كده، حطينا الميه المغليه 4 كوبايات من الميه، 4 كوبايات ونص من الميه على 3 كوبايات الرز. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا وهنحطها من فوق بعد خلاص بقى لها تقريبا، انا سبتها 3 ساعات مش ساعتين بس. هحطها بقى على الشبكه زي ما احنا شايفين كده، بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهغطيها بورق فويل. هحط الاول ورقه الزبده علشان ما تلزقش مع ورقه الفويل زي ما احنا شايفين كده. هطبقها، احاول اخليها تتماسك كده مع بعضها وتتطبق كويس من تحت، وهنزل بورقه الفويل معايا، اغطيها كويس جدا علشان الرز ما ينشفش. هغطي كويس جدا زي ما احنا شايفين. هتدخل بقى الفرن على درجة حرارة 200 220 على حسب الفرن بتاعك. هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد معايا ساعتين بالظبط. وبرضو بتتابعيها، ما هو في فرن عالي وفي فرن واطي. وهي بقى في الفرن، تعالوا بقى نعمل طبق الدقوس الخطير بتاعنا. معانا هنا 2 طماطم، واحدة فلفل اخضر، وعصير ليمون، ليمونة واحدة بس، ومعلقتين خل، وكمان نص معلقة من النعناع الناشف او الطازة، ولو طازة يبقى افضل طبعا. معانا كمان 4 فصوص توم، 3 معالق زيت، وحزمة كزبرة خضراء. انا ما كانش عندي كزبرة خضراء بس مفيش مشكلة، كملت عادي لانه في وصفات ما بيبقاش فيها الكزبرة الخضراء، بس طبعا لو حطيتيها هتبقى افضل بكتير. اما النعناع انا حاطاه ناشف، وزي ما بقولك حطيه فريش احسن. تمام كده، كل الكلام ده حطيته في الكبة، وما فرمتوش فرمة ناعمة لكن فرمة خشنة زي ما احنا شايفين كده، قطع صغيرة قوي هي اللي ظاهرة. ولازم بيبقى بالشكل ده في النهاية، يعني الشكل النهائي بتاعه يبقى كده. ولو عندك بقى شوية شطة يبقى تمام التمام، بس انا ولادي مش بيحبوا بالشطة. فتحت بقى الفرن بعد ساعتين بالظبط، ما اقولكوش على الجمال. جمدان يا جماعة، البيت كله اتقلب من الريحة. بجد بتاكلي مندي في افخمها مطعم فيك يا مصر. بصوا، اولا يفتح النفس، طعمه فوق الخيال. رز مفلفل بريحة الفحم، انا عملت له شوية فحم كده، حتة فحمة بشوية زيت وغطيته، كان رائع. والفراخ متبلة صح، مستوية بجد، دايبة دايبة. عايزة اقول لكم بقى، لما تاخدوا حتة دقوس كده على شوية الرز وحتة فراخ عليها، الطعم بيودي في حتة تانية خالص. اشجعك بجد اعمليها في كل عزوماتك. لو وصلتم لغايه هنا في الفيديو وعجبتكم الوصفه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناه، وقولوا لنا كمان رايكم في الكومنتات، لان ده بيفرق معانا جدا وبيساعدنا. اشوفكم في وصفات جايه واجمل واجمل من مطبخ فراوله، ودايما خليكي ملكه في مطبخك. شكرا ليكم ولمتابعتكم.